مبدئيا كده يا جماعة أنا بحذر ولقد أعذر من أنذر زي ما بيقولوا. محدش يستفز جمهور الأهلي. كم كلمة دول؟ 4 كلمات افتكرهم بالفيديو ده. محدش يستفز جمهور الأهلي علشان اللي جاي ليلة سودة. وافتكر الفيديو ده وافتكر ان انا حذرت. وقبل ما اقول لك ليه بقول لك الكلام ده، عايزين النهارده نقفل الصفحه بتاعت امبارح دي خالص ونقفل الموال اللي مفتوح من امبارح، وهنعمل النهارده تحدي هيشارك فيه كل اللي بيتفرجوا علينا. تحدي زيزو ولا اخوان الفينا؟ من الاخر، زيزو ولا اخوان الفينا؟ وعايز كل اللي بيتفرج على ريمو وسيمو يشارك معانا في التحدي ده في الكومنتات ويكتب لنا لا زيزو للناس طبعا اللي شايفه زيزو، واخوان الفينا للناس اللي شايفه ان اخوان الفينا راجل مكسر الدنيا وهيغطي الدنيا وهيغطي على زيزو. ويا ريت الكل يشارك في التحدي ده بعد طبعا احلى لايك، وتطلع فوق وتشترك في القناه عشان تشرفني في منزلي المتواضع، وده شيء يشرفني. تعالى بقى نتكلم انا ليه بحذر وليه بعمل المقارنه اللي مفتوحه من امبارح. وانا عارف نتيجه المقارنه، على فكره انا مش مستني اعرف، ولكن حابب الكل يشارك معايا علشان نوصل لراي الاغلبيه. تعالوا بقى نتكلم انا ليه بقول لك تحذير. من امبارح جميع الصفحات الزملكاويه، وللاسف نجوم كرة كبار في نادي الزمالك، منهم الكابتن خالد الغندور اللي نازل عامل غنوة عن اخوان الفينا وبيقارنوا بزيزو. اولا المقارنة ما بين اخوان الفينا وزيزو مقارنة غريبة جدا، مش عارف اتبنت على ايه، بس انتوا برأيكم اللي هتثبتوا ده. بس انا ليه بقول لك انا بحذر قبل ما اعقد هذه المقارنة؟ امبارح الكل عمال يقارن ويقول زيزو ولا اخوان الفينا. فانا حابب اقول لك حاجة على فكرة، صديقي لو جمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي حط في دماغه ان عايز اخوان الفينا هيروح عنده اخوان الفينا. وتأكد من هذا الكلام. اعتقد ان وجود لعيبه زي امام عاشور وبن شرقي وزيزو اللي انت ما زلت كزملكاوي وانا عن نفسي كزملكاوي مش مصدق وجودهم حتى وقتنا هذا اللي انا واقف بتكلم معاك فيه ده، مش مصدق وجودهم في النادي الاهلي. ولكن هي دي الحقيقه، اكبر دليل على ان النادي الاهلي لو عايز ياخد اي لاعب هياخده. اي لاعب عايز ياخده النادي الاهلي هياخده. لا عنده ان النادي الاهلي ما زال مرتبط بعقد او غير مرتبط بعقد، لان اللاعب نفسه هو اللي هيروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيخطفهمش يا جماعه، النادي الاهلي ما بياخدش لاعب غصب. اي لاعب في مصر النهارده عايز يروح النادي الاهلي، وله اعتبارات لو قعدنا نتكلم فيها من النهارده لبكره. اكيد اللي فاهم كوره عارف انا بقول ليه اي لاعب عايز يروح النادي الاهلي. فالنهارده اذا كان اللعيبه اللي كنت بتتكلم عليها زي زيزو مثلا اللي طلع الاسطوره وكابتن الزمالك كابتن شيكابالا لما طلع كاسطوره لكل جماهير نادي الزمالك وقال لك احنا كنا بنعد زيزو اللي هو اللي يكون مكاني وكابتن نادي الزمالك. تخيل لك ان تتخيل ان اللي بيعدوه اللي يكون كابتن لنادي الزمالك دلوقتي بيلعب في الاهلي. هل متخيل درجه الاهانه؟ هل انت متخيلها؟ مش غصب، برضا زيزو راح الاهلي، ومش عشان الفلوس، ده عشان عايز يروح النادي الاهلي يحقق بطولات ويخش ليفل جديد ما بينافسش عليه مع نادي الزمالك. لانه باختصار المفيد خلاص نادي الزمالك بالنسبه له تجربه وعدت، عايز ينقل لمرحله اعلى من البطولات والانجازات. ودي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها، لكن في ناس عايزه تنكر ده. فتخيل لما انت عمال تستفز تقول اصل اخوان الفينا احسن، اصل اخوان الفينا احسن، هتلاقي اخوان الفينا في النادي الاهلي وموجود في النادي الاهلي. ويا كابتن خالد يلا طالع تقول الفينا بعد يومين يبكي لي بدمع العين، الفينا بعد يومين هيروح النادي الاهلي. ده لو النادي الاهلي عايزه. وهنا بقى مليون خط عشان نبتدي نتكلم. تفتكروا لاعب جه الزمالك اسمه سامسون
اللي راح اشتكى في الفيفا دون وخد فلوس على قفانا. ما كله بيشتكي على فكره. ومن الممكن انت اخوان 2000 تلاقيه كمان في يناير بيروح بيطالب الفيفا بحقوقه اللي الزمالك ما بيديهاش، على فكره مش بعيده. ولكن خلينا في سامسون. هل تفتكر اول ما سامسون جه لعب وجاب لك جول، على فكره اول مباراه نزل فيها سامسون اكينيولا جاب جول، جاب هدف يعني، وقلنا عليه لاعب واعد ولاعب ما حصلش، وقعدنا تفتح فيه الصفحات وكل السوشيال ميديا الزملكاويه. ودي غلطتنا، اللي بيجيب جول عندنا، اللي بيجيب جول في نادي الزمالك نكتب له النادي، اللي بيجيب جول في نادي الزمالك بنديله كاس العالم للانديه. عارف انت كاس العالم للانديه اللي احنا ما بنشاركش فيه ده؟ احنا بنعمل له جايزه كاس العالم للانديه، بندين اي لاعب بيجيب هدف او بيعمل باصه او بيعمل كعبه. بالنسبه لنا كزملكاويه دي حاجه كبيره جدا، دي حاجه كبيره جدا. عشان كده بقول لك سامسون ده نزل وجاب لك هدف كلنا طلعنا بيه. بعد كده شفت سامسون، شفته في مباراه كرر الهدف تاني. الراجل من كتر ما انت مش عارف تتخلص منه بقيت تلعبه عشان تقول يمكن يبان له بيان، يمكن يعمل حاجه، وتلم مدرب ورا مدرب مش عارف يتخلص منه وبيلعبه لانه اتب في ظهر نادي الزمالك لحد مرحله سامسون. النهارده اخوان 2000 مع كامل احترامي لاعب محترم حتى الان بيؤدي اداء محترم، ولكن هل ده لاعب من الممكن ان انا احكم عليه لدرجه؟ عشان كده قلت لك المقارنه المنطقيه بالنسبه لي معروفه لو استنيت. هل اللاعب ده بحجم ان انا اقارنه مع لاعب بحجم زيزو؟ انا هنا ما بقولكش مين احسن من مين، ولكن بقول لك المقارنه ظالمه، لان ده لعب كم موسم وكم عدد من المباريات واثر قد ايه وصنع قد ايه وهدف قد ايه وجاب كم تصويبه صحيحه وعمل كم تمريره صحيحه وكم مراوغه ناجحه. يعني مش الكوره دي مش بالارقام، هي الكوره دي يا جماعه مش بالارقام، ولا الكوره دي كله افتتاح في اللابوريا واي كلام فيها يا جماعه. فيها يا جماعه الكوره دي ارقام. النهارده ازاي اختار لاعب مجرد انه لاعب ربع شوط ونزل من الشوط الاول في مباراه وقام المدرب بتبديله، فازاي انا النهارده عايز اقارنه بلاعب بحجم زيزو؟ ده جنان، ده من ضرب الجنان. عشان كده بقول لك مفيش حد اصلا من جماهير النادي الاهلي طالب باخوان 2000. احنا اللي بنغيظ ناس بشيء ما بيغيظهمش، ودي المشكله، دي المشكله. انا لما بقول النادي الاهلي ياخد اخوان 2000 لان اي لاعب النادي الاهلي عايزه هو قادر انه يوصل له، وبرغبه اللاعب نفسه، وبرغبه اللاعب نفسه لو حطها في دماغه، ولو حطها في دماغه هياخد لاخوان 2000 وغير اخوان 2000. ولكن هل جماهير النادي الاهلي شايفه ان اخوان 2000 اقوى من زيزو؟ الكلام ده مش موجود. طب احنا ليه حاطين ده في مخيلتنا؟ للاسف حاطين ده في مخيلتنا لان ما زال، ودي الحقيقه لازم يسمعها كل زملكاوي، ما زال جرح زيزو موجود جوانا. ما زال جرح زيزو موجود جوانا، وده اللي مخلينا من امبارح عمالين نقارن اخوان 2000 بزيزو ونقول احنا سيبنا زيزو وجبنا احسن من زيزو، بس احنا ما خدناش حاجه قد كده. احنا ما سيبناه زيزو، صديقي العزيز زيزو اللي سابنا. صديقي العزيز زيزو احنا كنا عارضين عليه اكتر من 80 مليون في الموسم، وكل الناس عارفه كده، والاستاذ عمرو الجنايني اللي طلع في قناه وقال كده وراح الاهلي خد اقل. احنا كل طلبات زيزو كانت مجابه عندنا، لكن زيزو في الاخر ما رضاش يلعب عندنا، وهي دي الحقيقه. وبلاش ارجوك نهرب منها عشان نوصل لحاجه، عشان دايما اللي بيهرب من الحقيقه بتحصل له مأساة. فلما اجي اكلمك اقول لك ان النادي الاهلي اصلا ما بيفكرش هذا التفكير، ولكن احنا اللي بنخش نناوشه ونخش نستفز جمهوره ونقول لهم احنا جبنا 2000 احسن من زيزو. ليه؟ عشان عقدة النقص اللي بقت جوانا من اجمد لعيبه اتاخدت مننا، لعيبه بحجم اشرف بن شرقي، لعيبه بحجم امام عاشور، لعيبه بحجم زيزو. فعلشان كده بندخل ابو قرش في ابو قرشين، وبندخل نقول خوان 2000 اصل احنا جبنا صفقه احسن من زيزو. على فكره انت ناسي شيء مهم جدا، انت ما فكتش زيزو باخوان 2000 ولا فكيت زيزو باي لاعب ولا فكيت زيزو بربع لاعب، لان زيزو يلي مش فاكر ويلا ما فكرتش، زيزو مشي ببلاش. زيزو مشي ببلاش.
فانت ما خدتش منه اي تمن تفكه باي حد، ما خدتش منه اي تمن تفكه باي حد. فيا ريت عشان ما يقولوش علينا ان ما زال زيزو مأثر فينا وما زال الجرح هرينا، يا ريت نتعقل في كلامنا. جبنا لاعب خلينا ناس بتفهم كوره، شفنا منه مردود قوي في نص مباراه، في مباراه تانية لعب من اولها واتغير في الدقائق الاخيره، فنحط الحاجه في نصابها الحقيقي. لاعب جيد، لاعب كويس، لاعب محترم، لكن ادخله في مقارنه مع زيزو يبقى انا ما بفهمش كوره، واكتر من ان انا ما بفهمش كوره يبقى انا بداوي الجرح القديم وبقول للناس انا ما زلت مجروح. عشان كده عمال ادخل ابو قرش فابو قرشين واقول زيزو واقول اخوان الفينا، ولكن للمره الاخيره بقولها في نهايه الحلقه، انا اسف طولت عليكم يا جماعه، اسف خنقتكم، ما زال التحدي قائم وعندنا تحدي زيزو ولا اخوان الفينا علشان نقفلها والناس تعرف. فيا ريت الناس كلها ترد عليا في الكومنتات، دي دعوه من حبايبكم ريمو وسيمو. اتمنى ان انا اكون كنت ضيف خفيف عليكم وما كنش طولت عليكم. ما ننساش احلى لايك للفيديو دون، ما ننساش الاشتراك عشان زي ما بقول لك تخش بيتي كضيف مرحب بيك موجود معايا كل يوم في اي حلقه بقدمها، وهنفضل دايما بحبكم لينا ودعواتكم لينا اللي دايما بتقدمنا لقدام.